نشكر الله عليها. أنا أشكر الله أنه خلقني أمازيغي، وأشكر الله أنه خلقني في هذه البلدة. فأتمنى أن يكون الأمازيغ السباقون إلى الرشدية، لأن الرشدية أصلها أمازيغي، أو على الأقل فهي بنكهة الأمازيغ. لماذا؟ لأن أمازيغ أحرار أصلا. الإنسان الأمازيغي هو أصلا حر، يعتبر نفسه حر ولو يقيد في عقله أنه حر، وأن لا قوة تقدر يعني على تقييده بأي شيء. هذا هو الإنسان الأمازيغي، ومن هنا انطلق ابن رشد. لاحظوا العلماء لأصلهم أمازيغي كيف تعاملوا مع الفلسفة ومع الشريعة ومع اللغة ومع المجتمع ومع الأخلاق ومع كل شيء. لاحظوا ابن خلدون وابن رشد فقط هذا المثلين. كان هناك 12 فيلسوف وعالم أمازيغي، منهم حتى هذا ابن البناء العددي، هذا المراكشي أمازيغي سوسي. منهم حتى هذا صاحب دلائل الخيرات اللي هاجر إلى ماليزيا تنكر له الكهنوت السماء والأرض، هذا جازولي رحمة الله عليه. هو ما عمل والو من غير صلاة، وقالوا لي لا هذه بدعة. وهو جازولي ذهب إلى الصلاة الحقيقية. كتاب دلائل الخيرات هو الصلاة الحقيقية عند الجازولي، تنكر له كهنوت الشرق والغرب. انظروا أن لما يكون شخص يعني يتهمون ويثورون ضده فاعلموا أنه على حق.